لك منكم من الملل. طيب تعالوا لكم، تبعوا هدول الخطوات اللي رح لكم عليها وإن شاء الله أموركم تمام. شوفوا، أول شيء فكروا ليش بلشتوا أنتم. أنا ليش بلشت بهي الدراسة؟ مشان أوصل لحلم كنت أفكر فيه، صح ولا لا؟ لمستقبل كنت عم بحلم فيه. فأنا كيف بدي أوصل لهذا المستقبل إذا ما سعيت؟ هاي أول شيء. ثاني شيء، اعملوا شيء بتحبوه، اطلعوا مع رفقاتكم، اسمعوا أغاني. ثالث خطوة، مثلا روحوا ادرسوا عند حدا من رفقاتكم، اسمعوا على طول. مثلا أنا هذا الأسبوع كلياته درست في البيت، فاليوم بدي أروح عند رفيقي، بقعد أنا ورفيقي بدرس، بتسمع لبعض. شوفوا قصص إلهام. كيف قصص إلهام أستاذ؟ بمعنى أنه عالم كيف نجحت، كيف بدأت، كيف وصلت لحلمها، كيف وصلت لمستقبلها. تمام. خلوا على طول مكان دراستكم مرتب. وقت بيكون مكان دراستكم مرتب غير، بتعطيكم طاقة إيجابية، بتعطيكم تفاؤل للدراسة. لا تدرسوا على طول بمكان معين. أنا والله الزاوية خلص عملتها للدراسة، لا، غير كل يوم، دروس بالصالون، دروس على البرندة، دروس بغرفتك، غير شكل، روح عن نفسك. آه كافئ حالك. كيف كافئ حالي أستاذ؟ بمعنى أنت مثلا خلصت جزء معين، كافئ حالك. احضر مسلسل بتحبه، احضر فيلم بتحبه، اطلع مع رفيقك وسهر عند رفقاتك، يعني اعمل شيء بتحبه. وأخيرا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. روحوا ادرسوا على السريع وحاجتكم دلال. السلام عليكم.